اهلا. المره دي في المناقشه لمسلسل سفاح الجيزه احنا هنتكلم بدون حرق علشان اللي لسه ما شافش الحلقتين، لكن هتبقى في فقره بحريه حرق للي شاف الحلقتين اللي هنتكلم فيها براحتنا عن احداث الحلقتين الثالثه والرابعه من المسلسل وندخل في التفاصيل. في استمرار لنفس تدفق وزخم الاحداث لمسلسل سفاح الجيزه، بنشوف الحلقتين الثالثه والرابعه من المسلسل واللي بنتاكد بيهم اننا قدام مسلسل مبني دراميا حلو. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنتناقش في الحلقتين الثالثه والرابعه من مسلسل سفاح الجيزه. لايك وسبسكرايب يا جماعه، ويلا بينا على مناقشه الحلقتين. حلقتين تقال وفيهم استمرار لنفس قوه الحلقتين الاولانيين من احداث دراميه، لكن من وجهه نظري فالحلقتين دول اتقل من ناحيه مشاهد العنف اللي شفنا فيهم تفاصيل الاعتداء على كذا ضحيه من الضحايا، من ضرب وتهشيم الراس بشكل عنيف. كمان فيهم شيء مهم جدا وهو شرح احداث حصلت في الحلقتين الاولانيين، زي وفاة هالة صاحبة زينة، ازاي حصلت وازاي زينة دخلت كل القصة دي، وكمان فهمنا لسبب تكون المشاكل النفسية الشديدة جوه نفس السفاح، وازاي من صغره تكون جواه مشهد كفيل انه يطلعه غير سوي فعلا، ومين الشخص اللي كان بدأ يهدد السفاح في نهاية الحلقة التانية بانه هيبلغ البوليس، واللي فعلا كانت مظاهر القلق بدأت تظهر على السفاح اللي بدأ يتساوم معاه لحد ما يقدر يعرف هو مين. وده في الدراما يا جماعة شيء مهم. انت مش بتشوف مسلسل بتتعاد احداثه كل حلقة من قتل بشكل وحشي وبدم بارد، لا، انت بتشوف التسلسل الدرامي للحدث. كمان لما بيتحط اسئلة في اول حلقتين بيلاقي اجاباتهم في الحلقتين دول، فده بناء درامي كويس لاحداث المسلسل، مش مجرد سفاح عمال يقتل يمين وشمال وخلاص. زي رأي احد النقاد اللي قرأته مؤخرا وكنت متعجب منه جدا، لما قال ان المسلسل ضعيف بسبب ان مفيش غير حدث متكرر واللي هو قتل السفاح لضحاياه، وان تمثيل احمد فهمي وحش، وان تم اختياره علشان هو اقرب شكليا للسفاح. طب خد تعالى هفهمك وبهدوء، وبالمره نتناقش احنا كمان في حداث الحلقتين الثالثه والرابعه مع بعض، ونستغل كلام الناقد ده في اننا نشرح شويه حاجات بدون اي حرق للاحداث. الحرق لسه هيجي وهنتكلم فيه براحتنا. بص يا ناقد يا فني يا جامد انت، لما بنحكي قصة يا حبيبي فانت بتشوف ايه هو الحدث الرئيسي اللي هتبدأ تاخده وتتكلم عنه، واي حدث جانبي ما يخدمش قصتي فمش مهم بالنسبة لي. لكن لو اقدر ادي من خلال الحدث الجانبي ده عمق اضافي للشخصيات الرئيسية او الثانوية في القصة بتاعتي يخليك تفهم ابعاد شخصياتهم، فانا هضيف الحدث ده فورا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطة دي قصة سفاح يا ناقد يا جميل. يعني الحدث الرئيسي هنا هي جرايمه اللي ارتكبها. فأولا طبيعي جدا انك كل حلقة هتشوف جرايمه اللي قام بيها، وسواء ده قصة حقيقية او حتى من خيال كاتب، ده لوجيك يا فندم. ما انت اكيد لما بتودي ابن حضرتك الصغير للملاهي مش متوقع منه انه يعدي المنش، دي ملاهي يعني العاب، ودي قصة رئيسية لسفاح، يعني جرايم وابعاد شخصية للسفاح سهلة. فلما المسلسل يوريك جرايم ارتكابها السفاح فده الطبيعي. قلنا مع بعض واحفظ معايا، ده الحدث الرئيسي، وان المسلسل يورينا ابعاد للشخصيات خصوصا شخصيه القاتل ده رغم كل بروده ومشاعره الهاديه دايما، ويخلق اسئله حوالين الدوافع والاسباب اللي حولته للحيوان المفترس ده ويرجع يجاوب لك عليها. فده بناء درامي ممتاز وطبيعي للاحداث. اما نقطه ان تمثيل احمد فهمي وحش بالنسبه لك وان تم اختياره لانه الاقرب شكليا للسفاح، فهنا بقى اقول لك حاجتين. رقم واحد، انا لو مخرج العمل هجاوبك بالرد ده وبكل بساطة. انا ما بختارش الممثل في المسلسل ده بالذات بناء على قرب شكله او بعده عن الشخصية اللي بيأديها، لان ببساطة يا فندم ده مش شخصية عامة زي رئيس سابق او حد مشهور. يعني لما اجي اعمل عمل فني بتكلم فيه عن السادات ولا ميسي، فانا هنا مهتم جدا بان ادور على شخصية مشابهة قدر الامكان للشكل الخارجي للسادات او ميسي، وهشتغل مع الفنان ده على طريقة كلام ولازمة عند الشخصية الشهيرة زي باي بالسادات واسلوب كلامه مثلا. لكن لما اجي اعمل مسلسل عن قصه حقيقيه لكن لحد زي السفاح ده، فانت متحرر بشكل ما من القيود بتاعه الشكل واللازمات بتاعه الشخصيه. مش هجيب واحد روسي يعمل الدور، لكن برضه مش هكون مهتم بتفاصيل الشكل الخارجي واسيب الاهم 100 مره، وهي تفاصيل النفس الداخليه وحاله التشوه اللي كونت الانسان ده. رقم 2، واضح ان عند حضرتك خلاف شخصي مع احمد فهمي، علشان كده مش عاجبك وبتنتقده حتى من غير ما تفكر في نقد فني حقيقي. انت خلقت لتعترض، وده مش مهم بالنسبه لي خالص ان ارد عليه.
لاني مش طالع ادافع عن احمد فهمي برضه، ده رايك وانت حر فيه في الاخر. ورايي انا انه بيعمل دور هنفتكره له طوال سنين كتير جايه. تمام كده، احنا تمام. وندخل بقى على الفقره اللي هنتكلم فيها بحريه حرق الاحداث. فاللي لسه ما اتفرجش على الحلقتين الثالثه والرابعه يوقف هنا ويكمل المراجعه بعد ما يشوف الحلقتين. لايك وسبسكرايب يا جماعه، ويلا بينا على فقره الحرق. الحلقه الثالثه بدات من لحظه انتهاء الحلقه الثانيه. السفاح ظهر له حد يهدده بانه يعرف عنه كل حاجه، وانه هيبلغ البوليس لو ما دفعش مبلغ كبير. وبنشوف هنا لاول مره ارتباك السفاح من ان في حد يعرف عنه حاجه، فبيبدا يساوم الشخص ده عشان يحاول يعرف هو مين او حتى يعرف عنه ايه. واللي بسرعه بنشوف ان السفاح قدر يعرف مين الشخص ده وقت تسليم الفلوس. وبتطلع بنت شغاله معاهم في المصنع، وتقريبا تبقى بنت الشخصيه دي اللي ماسك الاشراف على البنات في المصنع. في نفس الوقت بنشوف ان الضابط بيكمل تحقيقه في القضيه. لكن المشهد المهم جدا هو اللي ظهر في الوقت ده من الحلقه، ابريل 1990. مشهد لزوج وزوجه بيتخانقوا، واضح ان الامر كان جايب اخره تماما معاهم هما الاتنين. فالزوجه بتسحب ايد الهون الحديد وبتضرب بيها زوجها، فبيقع على الارض وبتقعد فوقه وتكمل ضرب في دماغه. المشهد ده اتعمل كمشهد مرعب ومفجع بشكل حلو جدا. استخدام اللون المائل للاحمرار مع الموسيقى طول المشهد، والكلام اللي انت مش قادر تفسره لانه مش مهم، المهم الحدث نفسه، مع كادر واضح للضرب بايد الهون على راس الزوج. كل ده هيوصلك ان المخرج عاوزك تشمئز جدا. كمان اداء البنت اللي قامت بدور الزوجه في المشهد ده حقيقي اداء ممتاز. كان باين في عينيها وحركات شفايفها غير طبيعي، حتى وهي بتقتل وبتكمل على جوزها لحد ما بتظهر اللقطه الاهم. طفل تقريبا 10 سنين واقف بيشوف المنظر ده بعينيه، واللي بنشوف من خلال كام فلاش باك في باقي الحلقه انه ابن الست دي، واللي اكيد ده السفاح لما كبر. والست دي هي ام بياعة الكبده زي ما اتقال في اول حلقتين. فهو شهد مقتل ابوه بالشكل الوحشي ده على ايد امه، واللي في لحظه من لحظات اعتدائها الجنوني على ابوه شافت فعلا الولد واقف وشايف كل اللي بيحصل. فحصل سكون لحظي اتكسر بانها كملت تهشيم راس جوزها، حتى مع انها عارفه دلوقتي ان ابنها واقف وبيتفرج في فزع. مشهد مجنون واتعمل حلو جدا من هادي الباجوري. فحقيقي برافو لهادي، وبرافو للبنت اللي أدت دور ام السفاح وهو صغير. المشهد ده كان مهم جدا انه يحصل علشان نجاوب على السؤال الاول، مين السبب اللي خلى شخصيه السفاح يتكون جواها كل الغضب والتعب النفسي والسلوك الشاذ ده. واللي في دردشه مع بعض حضراتكم على فيسبوك كلنا كنا متفقين ان السبب هي امه، مع اختلاف وجهات النظر في ازاي هي كانت السبب، لكن كلنا كنا متفقين انها السبب بحكم اسلوبها العنيف معاه. واللي قلت لكم في المناقشه اللي فاتت انها كانت السبب، وانه بيقتل ضحايا الستات اللي شايف فيهم امه، فبينتقم من امه فيهم. جامد. بنكمل الحلقه وبنشوف ان الدنيا بتوسع وضحايا السفاح بيزيدوا، وهو بنفس البرود المخيف. مشهد قتل الرحاب اللي كانت بتساوم وتفضحه مشهد مساوي لنفس فزع مشهد قتل ابوه على ايد امه باستخدام اداه مشابهه. حقيقي المسؤول عن تصميم المشاهد دي وازاي الدم بيتطاير في لحظه الضرب مع شكل الراس اللي بتتهشم مع كل ضربه، حقيقي برافو، لانهم خلونا نحس جدا بالفزع وقت مشاهده اللقطات دي. كمان مشهد تخلصه من فاديه الزنانه دي، سواء هي او الواد اللي جه يسال عليها لحظه قتلها، واللي اكيد كانت قايله له انها رايحه تقابل جابر. مشهد برضه دموي ومرعب، وبتنتهي معاه في اللحظه دي الحلقه الثالثه اللي كانت مرضيه جدا بالنسبه لي. لحظه بقى اشرب حاجه دافيه عشان الموضوع طول. نكمل. تبدا الحلقه الرابعه بمشهد لدفن الجثتين بتوع فاديه والواد اللي معاها. وطبعا بقى السفاح قتل حد، يبقى هيعمل ايه بعدها؟ برافو، هيطبخ حته مكرونه متماسكه القوام. انما ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. بيظهر في الحلقه دي مشهد تاني فلاش باك برضه، واللي بنشوف فيه الطفل جابر بيسرق سندوتشين من على عربيه الكبده بتاعت امه. فامه بتجري وراه وبتضربه وبتاخده من ايده على قفص حديد عاملهوله علشان تعاقبه فيه. وسط كل الترجي اللي الولد بيترجى له امه انها تسيبه وترحمه، هي ما بيتهزلهاش جفن. عنيفه جدا، وواضح من رعب الولد من الحبس في القفص انه اتحبس فيه قبل كده. فطبيعي جدا ان المشاهد دي تبقى هي الاجابه القاطعه على سؤال ايه السبب اللي كون الشخصيه السايكوباتيه دي. انا حابب جدا مشاهد الفلاش باك في الحلقتين دول، بيدولك كل حاجه من غير ما تسمع كلمتين على بعض، وده درجه ابداع مهمه من الكاتب والمخرج للمسلسل ده. وفي الوقت ده بنلاقي ان البوليس قدر يلاقي جثه مدفونه،
واللي طلع جثة هالة صاحبة زينة، واللي بنعرف بسرعة هي ازاي ماتت. يناير 2018 لما كانت هي وزينة في الفندق، تعبت فجأة واتخبطت راسها في الكومودينو فماتت. ودي إجابة أولى على سؤال مهم، هي ازاي ماتت؟ وهل زينة قتلتها واستعانت بجابر عشان تتخلص من الجثة؟ لكن اللي بيعرفهولنا المشهد ده هو إنها تعبت جامد وماتت، وإن زينة ملهاش أي ذنب. بس خدوا بقى التوقع ده واللي هقوله لكم بالدليل كمان. سبسكرايب بقى، بذمتك ده مش وقت السبسكرايب؟ ها؟ جابر هو اللي سمم هالة بشكل ما عشان تموت وزينة معاها، فزينة تتحط في موقف صعب وما تبقاش عارفة تتصرف ازاي، وطبيعي انها تتصل بجابر زي عادتها لما بتتحط في موقف صعب، فدي مصيبة. وهنا بقى الأستاذ جابر يخليها تقوم بأفعال في لحظة انعدام عقل زينة إن صاحبتها ميتة قدامها، علشان يخلي زينة تدبس نفسها في قتل هالة، بإنه يخليها تحط جثة صاحبتها في شنطة بسرعة قبل ما الجثة تنشف وتنزل بيها من الفندق علشان تقابله ويدفنوها. وهنا يكون جابر لبس زينة التهمة رسمي، في كاميرات يا بيه، فهتضطر زينة من خوفها إنها تستسلم له تماما وتعيش زي الكلبة في بيت مهجور مستنية جابر بيه يجيب لها الأكل والمية. وطبعا جابر عمل كل ده علشان زينة تبقى بتاعته للأبد، لأن أي تحرك منها مخالف لرغبته فهي هتودي نفسها في داهية. برافو برافو يا ابن الجد. ودليل كلامي هو إن الضابط قال إن هالة ما ماتتش من الخبطة، ماتت مسمومة. وفي مكالمة زينة لجابر قالت له إن هالة قالت إن بطنها بتتقطع وبعدها اتخبطت في راسها وماتت، وزينة مش هي اللي سممت هالة. يبقى مين الوحيد اللي عنده دافع كامل يعمل اللي اتعمل ده؟ جابر، علشان يفوز بزينة. وده كان التوقع التاني ليا من أول حلقتين، والتوقعين كانوا صح. ها؟ 1. أمه هي السبب في تكون التشوهات النفسية اللي أنتجت سفاح مجنون. 2. حب زينة جوه قلب جابر كان الدافع اللي حرك السفاح جوه نفس جابر إنه يبقى ظاهر بالجبروت والدموية دي. سبب ودافع ممتاز. بنشوف كمان إن في محامي بدأ ينخرب ورا جابر، واللي قام بدوره عمر شرقي. أيوة يا عم عمر يا جامد. واللي بدأ فعلا يربط أحداث كتير ببعضها، وكل الأحداث بتقول إن جابر ده اختفى من معارفه كتير، فطبيعي نشك فيه لأنه الشيء الثابت والعامل المشترك وسط كل الناس اللي بتختفي من حواليه دي. بنشوف كمان جابر أو يوسف المرة دي بقى بيزور الحاج صاحب المصنع في سجنه، والمشهد ده له سبب هقوله لكم كمان ثواني. المهم هو راح له السجن يطمن عليه وعلى صحته، لكن الحاج خلاص حاسس ان اجله قرب، فقرر يكتب كل املاكه لولاد اخته قبل ما يموت. توقعي بقى، نظرة عين جابر في اللحظة دي بتقول ان الحلقتين الجايين هنشوف فيهم جابر بيخلص على حد من الاتنين، يا الحاج في سجنه يا ولاد اخته قبل ما يكتب لهم المصنع بالفعل، لان جابر كده هيبقى طلع من المولد بلا حمص. بنشوف بعدها زينة وهي بتغرز اكتر واكتر تحت اشراف الاستاذ جابر، وهي بتتكلم مع امها وبتنفي معرفتها باي شيء عن هالة صاحبتها من ساعه ما سافرت لدبي. وفي نفس الوقت بيجي للضابط معلومه ان في محامي بدا يعمل بلاغات باختفاء بنت من نفس دايره الاختفاءات الاخيره. وهنا بقى هيتلاقى الضابط مع المحامي اللي بينخرب ورا جابر، ومتوقع ان الامور تبدا تضيق على جابر اكتر واكتر في الحلقات الجايه. لكن احنا لسه في نص المسلسل، يعني متوقع من جابر لحظات جنون اكبر واعنف يحاول يشتت بيها اللي بيحاول يضيق الخناق عليه. فهل المسلسل هيمشي في خط تضييق الخناق على جابر لحد ما يتمسك وبس، ولا هيخلي جابر يهاجم بدون عقل زيه زي الحيوانات المفترسة اللي شبهته بيهم بعد مقتل عمته في الحلقتين الأولانيين؟ وتوقعي إنه هيهاجم لما يبدأ الخناق يضيق عليه بالفعل. وتقييمي للأربع حلقات دول مجتمعين هو 8.5/10. وفي نهاية الحلقة يا ريت تشاركوني رأيكم في المسلسل ده، وايه توقعكم في الحلقات الجاية. لايك وسبسكرايب بقى عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. سلام.